حرب الاستقلال السلوفيني كان تقريبا في المركز الخامس لاقصر 10 حروب في العالم. في حروب بتبقى قصيره جدا. تخيل الحرب ده كان مدته قد ايه؟ 10 ايام بس في سنه 91 لو مهتم تعرف. الروسو جورجينيان وور كان موجود في سنه 2008 وتقريبا مده الحرب ده كان 6 ايام بس، حتى ما كملوش اسبوع. واكيد كلنا سمعنا عن حرب الاستنزاف اللي كان في 67. بس انا احب اقول لك النهارده ان هم ما هاجموش على مصر بس، دول كانوا 6 ايام وهاجموا فيهم على مصر والاردن والعراق وسوريا. حرب كرة القدم اللي كان موجود في سنة 69 واللي كان بسبب تصفيات كأس العالم كان ما بين السلفادور ودولة عجيبة كده تانية، ومدة الحرب ده اختلف الكلام عليها بس تقريبا كده يعني بالتقريب 3 ايام الحرب. موقعة اجلو زنزبير واللي كانت في 1896 واللي كانت ما بين سلطان زنزبير والقوات في البلد ساعتها، وللاسف سلطان زنزبير او احسن ان هو اتهزم، انا ما اعرفش مين ده اصلا، بس يعني المهم المختصر المفيد اللي عايزين نطلع بيه ان هو انهزم في 38 دقيقة بس. حرب قعدت 38 دقيقة. نعرف المختصر المفيد. دول كانوا اقصر 10 حروب موجودين في العالم على مر التاريخ. ودلوقتي ممكن تدخلوا تشوفوا الجزء الاول، ما تنسوش لايك وفولو، واشوفكم الحلقة الجاية.